السلام عليكم، اهلا بكم في تحدي الدبلاج رقم 21. وزي ما انتم عارفين في تحديات الدبلاج اللي احنا بنعملها هي عباره عن تحديات صوتيه ولكنها خزعبليه. ليه؟ لانك انت في المحتوى الصوتي الخزعبلي الاول في مصر. براحتك، هو كده. وزي ما عملنا تحدي قبل كده كتير مع شخصيات كرتونيه والعاب وزي ما انت عايز ومع العفاريت ومع كل حاجه. طبعا كلنا اتفرجنا على مسلسل سوريا التاريخيه، وللاسف بعد الانتاج موقف فتره طويله مبقاش فيه اي اعمال تاريخيه تقريبا بتتعمل. فالنهارده انا هاخدك لاجواء الدراما السوريه مع بعض الاصوات من النجوم اللي عملوها في المسلسلات، ونشوف احنا فلحنا ولا لا. يلا بينا. ولكني سآخذ منصب رئيس الشرطة منك يا ابن زنبارة. يا أهل الكوفة، إني والله لأحمل الشر بحمله وأجزيه بمثله، وإني أرى أبصارا طامحة وأعناقا متطاولة وأرى رؤوسا قد أينعت وحان خطافها وإني لصاحبها. كأني الآن أنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى، لكني لا أرى ما هو أشد وطأة على المسلمين يا سلطان، أكثر من خطر المغول. اسمه بيبرس، بيبرس بن دقدارية مولاي، وأشهد الله أنني لم أتهاون معه قط في النزال، ولكنه فاز علي بقدرته وجدارته. وها أنتم الآن تجتمعون في دار الندوة، تتكلمون عن محمد وتقولون أنه كاذب وساحر ومجنون، وأنتم تعلمون أنه لا يوجد من هو أصدق من محمد. أليس كذلك يا أبا الحكم؟ أنت دائما ما تنشغل بأمور الناس يا تومان. الناس الناس الناس، ولكني لا أريدك أن تنسى يا تومان أنك من أمراء المماليك، وأنني أنا سلطان المماليك، السلطان الغوري يا تومان. ولكنك تعلمين يا سجاح أنني أحب عصير التفاح. هل أتاك حديث الوحواح؟ قدوس قدوس قدوس. مهلا مهلا يا أبا سفيان. لن يكون هذا الأمر هينا أبدا. صفان بهما حمزة وعمر. أظن أن العواقب ستكون وخيمة. إيه رأيك في التحدي؟ وإيه رأيك في الأعمال دي وأنت كنت بتتفرج على أي حاجة منها؟ على فكرة في معجنة هناك على صفحة اليوتيوب بحلقة جزيرة إبستين، خش واتفرج من حلقات قرش فخم.